كلنا بنشوف إنه في أوقات الحروب والأزمات الاقتصادية ناس كتير بتخسر كل حاجة تقريباً، لكن الغريب إنه في نفس الوقت ده في ناس تانية بتحقق مكاسب ممكن توصف بالتاريخية. في الشرح ده هنشوف إزاي ممكن نتعامل مع الفلوس في الأوقات الصعبة دي، وده كله بناءً على تحليلات الخبراء في المجال. وهنا بيجي السؤال الكبير: إزاي ممكن الواحد يكون من الفئة اللي مش بس بتنجو من الأزمة، لأ دي كمان بتستفيد منها؟ الحقيقة يا جماعة إن الأزمات رغم شكلها المخيف بتكون مليانة فرص ضخمة، بس للي فاهم قواعد اللعبة صح. طيب، قبل ما نتكلم عن أي نوع من أنواع الاستثمار، لازم الأول نعرف مين هو الخطر الأول والأكبر اللي بيهدد أي مدخرات عندنا، وهو عدو خفي مش بنشوفه بعينينا، وهو التضخم. والمقولة دي بتلخص الحكاية كلها. الفكرة إن عدم فعل أي شيء بفلوسنا هو في حد ذاته أسوأ قرار مالي ممكن ناخده. لما نسيب الفلوس زي ما هي، إحنا بنضمن 100% إن قيمتها بتقل يوم ورا يوم. الموضوع ببساطة شديدة، التضخم معناه إن الأسعار بتغلى، وبالتالي نفس المبلغ اللي معانا النهاردة هيشتري حاجات أقل بكتير بكرة. وده هو السبب اللي بيخلي قيمة مدخراتنا كأنها بتدوب مع الوقت لو فضلت ثابتة وما اتحطتش في استثمار. ولو حد حاسس إن الكلام ده نظري شوية، فالتاريخ مليان أمثلة مرعبة. يعني في ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى، الناس كانت بتستخدم الفلوس عشان تولع بيها وتتدفى. وفي المجر الأسعار كانت بتتضاعف كل 15 ساعة، تخيل. ومؤخرا في فنزويلا شفنا أطفال بيلعبوا برزم الفلوس في الشارع لأنها فعليا فقدت قيمتها تماما. ممكن حد يفكر ويقول إن ده بيحصل بس في الاقتصادات الضعيفة، لكن الحقيقة المرة إن حتى الدولار الأمريكي اللي يعتبر أقوى عملة في العالم مش محصن ضد ده. جزء ضخم جدا من كل الدولارات اللي موجودة في العالم اتم طباعته في السنين القليلة اللي فاتت بس. وده معناه إن التضخم ده بيأثر على الكل ومفيش حد بعيد عنه. تمام، كده عرفنا المشكلة. إيه الحل بقى؟ الحل بيبدأ بأهم قاعدة في عالم الاستثمار كله، مفيش أهم منها، وهي التنويع. المثل القديم ده هو أساس حماية أي ثروة. كل خبراء الاستثمار في العالم بيتفقوا إن تركيز الفلوس كلها في مكان واحد أو أصل واحد مخاطرة مهولة. الفكرة كلها هي توزيع المخاطر دي. وقت الحروب والتوترات السياسية، في قطاعات معينة أدائها بيكون أحسن من غيرها، زي مثلا قطاع الطاقة، لأن أسعار النفط والغاز بتزيد. كمان الصناعات الدفاعية، لأن الحكومات بتصرف أكتر على الجيش. والأسهم الدفاعية زي شركات الأكل والأدوية، لأن مهما حصل الناس مش هتبطل تاكل أو تتعالج. وطبعا الذهب، اللي هيفضل دايما الملاذ الآمن التاريخي اللي الناس كلها بتجري عليه وقت القلق. طيب جميل، بس إزاي الشخص العادي يقدر يستثمر في كل القطاعات دي بسهولة؟ هنا بقى بيجي دور أداة استثمارية حديثة وفعالة جدا بتسهل التنويع ده، صناديق المؤشرات المتداولة أو اللي بنسميها ETFs. خلينا نقارن بسرعة. لما الواحد يشتري سهم في شركة واحدة، ده معناه إن فلوسه كلها مرتبطة بمصير الشركة دي لوحدها. لو نجحت هيكسب، لو فشلت هيخسر. دي مخاطرة عالية. لكن لما يشتري حصة واحدة بس في ETF، هو كأنه بقى بيمتلك جزء صغير في مئات وأحيانا آلاف الشركات مرة واحدة، وده بيوزع المخاطرة بشكل كبير جدا. ممكن نشبه ال ETF ده بسلة تسوق جاهزة. بدل ما الواحد يلف في السوبر ماركت ويختار كل حاجة لوحدها، هو ممكن يشتري سلة فيها تشكيلة من أفضل المنتجات. بنفس الطريقة ممكن الواحد يشتري حصة واحدة في صندوق بيضم أكبر 500 شركة في أمريكا مثلا، وبكده يبقى استثمر في السوق كله بحركة واحدة. دلوقتي بعد ما عرفنا نشتري إيه وإزاي نشتريه، خلينا نتكلم عن أهم عنصر في أي استراتيجية استثمار ناجحة. والعنصر ده مش الفلوس، العنصر ده هو الوقت. مهم جدا نفرق بين حاجتين: المضاربة والاستثمار. المضاربة دي عاملة زي القمار، محاولة تحقيق ربح سريع في أيام أو أسابيع. لكن الاستثمار الحقيقي هو عملية طويلة الأمد، بنتكلم في 10 أو 15 سنة على الأقل، وبتعتمد على الصبر والنمو اللي بيزيد مع الوقت. المقولة العبقرية دي للمستثمر الأسطوري بيتر لينش بتغير طريقة التفكير تماما. بدل ما الواحد يخاف ويهرب لما الأسواق تقع، المستثمر الناجح بيشوف الأزمة دي كأنها فرصة نادرة، كأنها بلاك فرايداي وفيها تخفيضات هائلة على أصول ممتازة. ومن أبسط وأقوى الاستراتيجيات اللي بتساعد على ده هي متوسط التكلفة بالدولار. فكرتها سهلة جدا، الواحد يستثمر مبلغ ثابت كل شهر، مش مهم السوق طالع ولا نازل. الطريقة دي بتلغي المشاعر من قرارات الاستثمار، وبتضمن إننا بنشتري بأسعار مختلفة، وده بيقلل المخاطرة جدا على المدى الطويل. ولو لسه مش مقتنعين، خلينا نشوف قوة المبدأ ده بالأرقام.
تخيلوا إن في شخص بيستثمر 1000 وحدة كل شهر لمدة 20 سنة. لو كان بيحوشهم تحت البلاطة هيجمع 240,000. لو استثمارهم في الذهب ممكن يوصلوا ل 2 مليون. أما لو في سوق الأسهم فممكن يتجاوزوا 3 مليون. دي هي قوة النمو التراكمي. مش بس الفلوس هي اللي بتنمو، لا، دي الأرباح نفسها بتبدأ تجيب أرباح جديدة. حسناً، خلينا نلخص كل ده ونشوف إيه هي المبادئ الأساسية عشان نبني حصن مالي قوي يقدر يصمد قدام أي أزمة. أول حاجة لازم يكون في صندوق طوارئ يغطي مصاريف من 3 ل 6 شهور، ده بيدي راحة بال. ثانياً التنويع زي ما شرحنا. ثالثاً الاستثمار بشكل دوري ومنتظم وللمدى الطويل. رابعاً محاولة تقليل الديون اللي فوائدها عالية لأنها بتبقى عبء كبير وقت الأزمات. وأخيراً والأهم من كل ده، عدم اتخاذ أي قرارات متسرعة بسبب الخوف والذعر. في النهاية الفكرة اللي لازم نطلع بيها هي إن الخطر الحقيقي مش في إننا ندخل السوق وممكن نخسر بشكل مؤقت، لا، الخطر الحقيقي هو إننا نفضل بره السوق خالص ونتفرج على التضخم وهو بياكل في قيمة مدخراتنا بالبطيء. فالسؤال اللي بيفضل هو أي خطر من الاتنين دول اللي الواحد مستعد يواجهه؟